صفقة أرجنتينية أخير اهتمامات برشلونة لتعزيز الفريق. أزمة برشلونة توجه بوصلة إنتر ميلان نحو الخطة البديلة. برشلونة يتقدم بعرض جديد محسن إلى مانشستر سيتي لضم غوندوغان. بتصريح واضح، رافينيا يعلن مستقبله مع برشلونة. هدف برشلونة وأتلتيكو مدريد يفتح باب الرحيل. مصادر قوية تؤكد انتقال أمرابط إلى الدوري الإسباني. غافي يعلق على بديل بوسكيتس وصفقات ريال مدريد. صديقي، لا تنسى كتابة الرقم 4 في التعليقات لكي أعرفكم أيها الرائعون، وأيضا ضغطك على زر اللايك مهم جدا. فوأنت تشاهد الفيديو صديقي، انظر أسفله، هناك زر اللايك، اضغط عليه، بسيطة جدا، هذا كل شيء، وشكرا لك. أفادت تقارير صحفية مساء اليوم أن برشلونة أبدى اهتمامه بضم أحد نجوم المنتخب الأرجنتيني، ويبحث تشافي هرنانديز مدرب برشلونة عن لاعب وسط مميز، وتم ربط الباص مؤخرا بأليكس باين لاعب فياريال، لكن الشرط الجزائي في عقده البالغ 60 مليون يورو سيجعل الصفقة مستحيلة. وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة وجه أنظاره إلى جيوفاني لو سيلسو نجم فياريال أيضا، الذي كان جزءا أساسيا في منتخب الأرجنتين الفائز بكوبا أمريكا 2021، لكنه غاب عن مونديال قطر بسبب الإصابة. ولعب جيوفاني لو سيلسو صاحب 27 عاما على سبيل الإعارة مع فياريال خلال الموسمين الماضيين، لكنه سيعود إلى نادي توتنهام هذا الصيف. ومع بقاء عامين على عقده مع الفريق اللندني، يصعب تحديد موقف توتنهام بقيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوغلو بشأن اللاعب الأرجنتيني. يتطلع نادي إنتر ميلان لترميم خط دفاعه بالتعاقد مع أحد لاعبي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقالت صحيفة سبور الإسبانية أن إنتر أظهر اهتماما بالتعاقد مع إيريك غارسيا، الذي لم يعد لاعبا أساسيا بتشكيلة البلاوغرانا تحت قيادة مدربه تشافي هرنانديز. وأضافت أن مكاسب رأس المال التي سيضمنها النادي الكتالوني من وراء رحيله يمكن أن تلعب دورا في القرار، خاصة أنه سيغادر مقابل حوالي 15 إلى 20 مليون يورو. يشار إلى أن غارسيا انضم لصفوف برشلونة قادما من مانشستر سيتي، ورحيله سيوفر راتبه وسيدخل مبلغا جيدا للبارسا. يشار إلى أن غارسيا شارك في 32 مباراة بقميص البارسا على مدار الموسم المنصرم، كان ذلك بجميع المسابقات بمجموع دقائق بلغ 1814، وسجل خلالها هدفا وصنع 2. يبذل نادي برشلونة قصارى جهده للحصول على خدمات إلكاي غوندوغان نجم مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي، وينتهي عقد اللاعب الألماني إلكاي غوندوغان مع ناديه مانشستر سيتي بعد أسبوعين. وذكر موقع ذا أتليتيك أن برشلونة قام بتحسين عرضه المقدم لضم غوندوغان البالغ من العمر 32 عاما. وتابع الموقع، برشلونة عرض على غوندوغان التوقيع على عقد لمدة 3 أعوام مقابل راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو. ونوه المان سيتي ليس حريصا على منح غوندوغان عقدا طويل الأمد بعد تقدمه في العمر، رغم أن المدرب بيب غوارديولا يريد الاحتفاظ به. وأتمت الصحيفة البريطانية، يبقى برشلونة حتى الآن عاجزا على ضمان قدرته على تسجيل غوندوغان، وذلك إذا تم الاتفاق مع اللاعب. حسم البرازيلي رافينيا نجم برشلونة مصيره مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة، وانضم رافينيا لصفوف برشلونة في الموسم الماضي وساهم في تتويج الفريق بالسوبر الإسباني والليغا. وقال رافينيا خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: سأستمر في برشلونة بالموسم المقبل والذي يليه والذي بعده. وأضاف: لدي سنوات عديدة في عقدي وآمل أن أكمل تلك السنوات وغيرها الكثير. برشلونة مدينة أحبها والبرازيليون سعداء هنا جدا. وتابع: الأشهر ال6 الأولى كانت صعبة حيث سجلت وصنعت أهدافا قليلة ولم يكن لدي دور مباشر في الفريق، لكن بعد ذلك بدأت في التأقلم بشكل أفضل وزملائي ساعدوني كثيرا. وأضاف: دوري أبطال أوروبا هو الهدف في الموسم المقبل، ولدينا مدرب يعرف تماما كيف يلعب برشلونة، شخص يعرف النادي جيدا ويعلم ما يمكن فعله مع هذه المجموعة.
قال أرناو مارتينيز ظهير فريق جيرونا والمطلوب في برشلونة وأتلتيكو مدريد، قال بأنه قد يخرج بالفعل في فترة الانتقالات الصيفية. ووصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما تطوره ليصبح أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن بالدوري الإسباني، وذلك خلال 12 شهرا الماضية. ويدرس تشافي خطوة محتملة لإعادته إلى البارسا. وغادر اللاعب الدولي الإسباني تحت 21 عاما بعد 6 سنوات في أكاديمية لاماسيا قبل التوقيع مع جيرونا في 2021. وقام كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد باستكشاف وضع اللاعب الكتالوني الذي أصبح مؤثرا باستمراره مع فريق جيرونا، وكان أحد النجوم البارزين في الليغا. وأثناء تواجده مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما في جورجيا ورومانيا، تطرق اللاعب لوضعه في السوق واعترف بأن إمكانية الخروج في الصيف قوية جدا. وقال أرناو مارتينيز وفقا لصحيفة ماركا: لقد أخبرته كلائم إذا كان لدي صفقة محتملة، فلنتحدث في نهاية الموسم عندما ينتهي اليورو. أعتقد أنه إذا قالوا لي شيئا الآن فلن أفقد التركيز، لكنني أفضل تجنبه. يبدو أن مستقبل النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط سيكون في أحد فرق الدوري الإسباني الكبرى في الموسم الجديد، حيث أن لاعب وسط فيورنتينا حريص على اللعب في الليغا. ولفت سفيان أمرابط صاحب 26 عاما انتباه العالم في الموسم المنصرم، خصوصا مع منتخب المغرب الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر. وذكرت التقارير الصحفية بأن سفيان أمرابط أصبح مستعدا لمغادرة فيورنتينا هذا الصيف، حيث يحرص الفيول على بيعه بدلا من خسارته مجانا. وكانت التقارير السابقة متضاربة حول سعر نجم الفيولا، لكن الحد الأدنى البالغ 30 مليون يورو سيكون ميسور التكلفة على معظم الفرق الكبرى. وبحسب الصحفي المغربي إيزيم أنس، فإن سفيان أمرابط سينضم إلى برشلونة أو أتلتيكو مدريد هذا الصيف، حيث أنهما الناديان الأكثر حرصا على ضم لاعب خط الوسط هذا الصيف. ويعتقد أن برشلونة سيقاتل لأجل الحصول على توقيع سفيان أمرابط، وخاصة بعد رحيل سيرخيو بوسكيتس وحاجتهم للاعب في قاعدة خط الوسط. بينما سيكون أمرابط أيضا مناسبا لأسلوب لعب أتلتيكو مدريد والمدرب دييغو سيميوني، لكن سفيان سيعطي الأولوية لبرشلونة حتى إذا لم يتمكنوا من ضبط أمورهما المالية، وبعدها سيكون خيار أتلتيكو مدريد هو الأنسب لأنه يريد اللعب في الليغا. علق غافي لاعب خط وسط برشلونة على الميركاتو الذي يجريه ريال مدريد المنافس التاريخي للبارسا وعن خليفة بوسكيتس. وقال غافي في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: لم أسأل زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد عن إمكانية انتقاله إلى برشلونة. وأضاف: زوبيميندي لاعب مميز ويستطيع تعويض رحيل بوسكيتس، إنه يعجبني لكنني أحترمه وهو من سيقرر مستقبله بنفسه. وعن توقيع ريال مدريد مع جود بيلينغهام كأغلى صفقة في تاريخ النادي والبالغ 150 مليون يورو في ظل المعاناة المالية لبرشلونة، علق: البارسا ليس في أفضل حالته الاقتصادية، لكنه أخرج العديد من الشباب الأقوياء في أكاديمية النادي. لطالما تعاقد ريال مدريد مع لاعبين بمئات الملايين، لكن لاماسيا تخرج دائما لاعبين أكثر جودة. وهنا ربما غافي يقصد صفقات مثل هازارد وغاريث بيل وتشواميني التي تجاوزت حاجز 100 مليون يورو، لكنهم فشلوا في تقديم المنتظر على الأقل حتى الآن بالنسبة لتشواميني. وشدد غافي: برشلونة يتمتع بمجموعة قوية من اللاعبين، أما ريال مدريد يوقع مع من يريد، لا يهمني ذلك، لدينا ما لدينا وسنقاتل دائما حتى النهاية. وبخصوص وضعه التعاقد وتسجيل عقده الجديد في رابطة الليغا، أجاب غافي: أعتقد أنني مسجل بالفعل وأنا سعيد بهذه الخطوة. صديقي، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا باللايك، وهذا فيديو آخر قد يعجبك هنا، وشكرا لك. سلام.